نائب رئيس كازاخستان السابق عالم كردي عمل بجهد لتقوية وتوحيد الجالية الكردية في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، الدكتور والبروفيسور كنياز إبراهيم ميرزويف. ولد العالم والمثقف الكردي كنياز إبراهيم ميرزويف في أرمينيا مايو أيار عام 1947 قبل أن تهاجر عائلته إلى كازاخستان. كان العالم الكردي يتقن 8 لغات، كما له العشرات من المؤلفات، منها من تاريخ العلاقات الأدبية الأذربيجانية الكردية. هذا المثقف الكردي الذي يعشق هويته الكردية عمل بجهد لتوحيد الجالية الكردية في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. حصل على دكتوراه في الفيلولوجيا. كان بروفيسوراً في أكاديمية العلوم الاجتماعية لجمهورية كازاخستان. وفي السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي ترأس كلية اللغة والأدب الأذربيجاني في جامعة ييريفان بأرمينيا، كما ترأس قسم اللغات العالمية في جامعة الماتا. عام 1995 أسس مركز البحث العلمي، أشرف على عشرات رسائل الماجستير. كان عضواً في مجالس الأكاديميات في كازاخستان وفي مدارس ومعاهد عليا في باريس وبرلين وبروكسل. عام 1985 أصبح عضواً لاتحاد الكتاب في الاتحاد السوفيتي، كما كان عضواً لاتحاد كتاب أرمينيا واتحاد الكتاب والصحفيين في كازاخستان ورئيس جامعة أكراد كازاخستان. فالبروفيسور إبراهيم ميرزويف كان مشاركاً نشيطاً في الكونفرنسات النظرية والعلمية والعالمية، وتقديراً لخدماته الجليلة ونشاطاته منحه الرئيس الكازاخستاني وساماً رفيعاً عام 1998. كرمه رئيس جمهورية كازاخستان الميدالية الذهبية عام 2010. تم تنصيبه نائباً لرئيس جمهورية كازاخستان عام 2013. كان للبروفيسور الكردي دوراً كبيراً في ازدهار وتنمية الهوية والثقافة القومية الكردية في دول الاتحاد السوفيتي السابق، كما شغل العديد من المناصب الإدارية والعلمية. بعد مسيرة حافلة بالجهد والعطاء للغة والثقافة والأدب الكردي، توفي العالم الكردي في 8 أغسطس عام 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا في العاصمة الكازاخية أستان التي كان يعيش فيها. من جانبهم قدم الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعازيهم بوفاة رئيس الاتحاد العالمي لأبناء الجالية الكردية في الاتحاد السوفيتي السابق البروفيسور دكتور كنياز إبراهيم ميرزويف. يقول الرئيس مسعود بارزاني في برقيته: الراحل كان شخصية وطنية من كرد كازاخستان، مارس دوراً مشهوداً في تقوية وتوحيد الجالية الكردية في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، كما قدم خدمات جليلة للكرد في تلك البلدان في المجال العلمي والأدبي. ويقول رئيس حكومة إقليم كردستان في برقيته: لقد كان البروفيسور كنياز شخصية وطنية معروفة وكاتباً ومفكراً، خدم الثقافة واللغة والأدب الكردي كثيراً.